ايه بس هتصحي نايمين. اشتكحي. اتخضيتي يا بيضة؟ مش في كل الاوقات يعني. تعالى هنا. انت شارب ولا ايه؟ يخرب بيتك. بس تعالي. ابويا جوه؟ لسه ما جاش. كويس. بس امك وعمتك قاعدين جوه. ده امي وعمتي مفيش منهم خوف. غريبة دي. تصدق بقى ان انا كنت بحسب ان امك وعمتك دول هم اللي مربين الرعب في البيت يعني؟ سيبك منهم. المهم انت اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ صحي عشان اكفشك يا خفيف. تصدقي ان انا مبسوط قوي. عليا النعمه لو اعرف ان ليا بنت عم في الحلاوه دي. انا كنت سبت البلد وخلعت من زمان. خلعت يعني ايه؟ ايه؟ وانا مش عاجبك؟ عاجبني؟ انت اتجننت يا ابني انت ولا ايه؟ هو انا عشان وقفت اتكلمت معاك خلاص هتسوق فيها؟ سكتنا له دخل بحماره. ايه حماره دي؟ وبعدين وماله لما ادخل بحماري وحصاني وجملي كمان؟ ده انت لو لفيت الدنيا مش هتلاقي حد زيي. ده انا دماغي عاليه قوي. وانت شكلك بتحب الدنيا زيي. طب يلا يا خفيف، يلا عشان امك لو شافتك واقف معايا هتقل منك جامد. حر الدنيا قوي. حر ازاي يعني؟ تيجي ناخد غطس؟ غطس؟ لوكال قوي على فكره. انت مجنون يا ابني انت؟ طب جنان بجنان بقى. انت بتعمل ايه؟ بقلع. يا نهار اسود، انت اكيد مجنون بجد. مجنون. حسن استنى بس هقولك على حاجه. يا حسن، لا يا حسن. النبي المايه ساقعه يا ابن المجنونه. هتنزل ازاي دلوقتي يا عبد الله؟ انت خلاص ما بقتش تقدر تتحرك. عشان تعمل اي حاجه لازم يتشيلك ويتحطك. مش عارفه ليه ما بقاش يجي لي نوم خالص. اكيد بتفكري في حاجه. بتفكري في ايه؟ في مروان ابن عمك. وش كده؟ ده متجوز يا بنتي. اهدي بس على نفسك شويه. انا بفكر فيه كشخصيه محيره بالنسبه لي مش اكتر. ناويه تحليه نفسيا. والله يا اختي ريت كنت اعرف. لا بجد، ايه اللي مخليكي تفكري فيه وصاحيه لحد دلوقتي؟ زمان وانا في الجامعه كنت بستحي في الولاد قوي، وانا شايفاهم طول الوقت عمالين يجروا ورا البنات وسايبين كل اللي وراهم. وحتى برضه بعد كده في الشغل كنت بشوف الرجاله قد ايه تافهين، وهما طول الوقت عمالين يلحقوا الموظفات، وكل واحد فيهم ايه عايز يثبت انه نجم المكان. ايوه، انا مش فاهمه برضو ايه دخل مروان في اللي انتي بتقوليه ده. انا لما اتكلمت معاه خلاني اخد بالي انه الفكره مش مين بيجري ورا مين، هما اكيد كانوا بيدوروا على الحب. وده اكتشاف بقى ولا ايه؟ بالنسبه لي انا اكتشاف طبعا، ما انتي عارفه. على فكره مروان شخص طيب جدا. انتي عارفه ان هو ما بيحبش ناديه مراته، ولا عمره حبها قبل كده. وانتي بقى اللي ناويه تفك عقده مش كده؟ لا يا ستي، لا فك عقده ولا يفك عقدي. هقولك على حاجه. بتقومي تنامي؟ لا انا مش هنام لوحدي، انا هنام معاكي هنا. انا بصراحه كده من ساعه ما العقارب دول سكنوا البيت وانا بقيت اخاف انام لوحدي. انا مش عارفه هيمشوا امتى بقى. انا بجد مش عارفه انت عملت كده ازاي. لا ده انا عاجبك. ده انا ابوك. يا ماما يا زينب. يا زينب
في ايه يا ريتان؟ محمود على الحيطة بسرعة. حمد الله حمد الله. بس ما تقلقش، اطمني صحابي يا زينب. هو لسه فيه الروح؟ انا عارفه. ايه اللي عمل فيك كده؟ حمد الله ارفع معايا كده لفوق. مالك؟ لو رحت هروح وراك. انت عارف ان روحي مربوطة بروحك، واللي بيني وبينك مش بس 2 متجوزين وبينهم عيال، لا، دي دنيا محدش يعرفها ولا عاشها ولا حد غيرنا هيعرفها ولا يقدر يعيشها. لو جام هيقول، ولو قال هتبقى نصيبة. يا مرار الطافح، ليه عملت كده؟ أقول إيه؟ الشيطان ضحك علي، قال لي يلا اخلصي منه ومن زنه على عبد الحكيم، بس ما ماتش يا مراري، وهيقوم وهيحكي وهيقول، وعبد الحكيم هيقتلني يا مرار الطافح. يا نهار مجندل، صح هو ممكن يموت؟ ايه زعلانة انه هيموت؟ من امتى بتزعلي عليه ولا يهمك امره؟ لا يا فوزية، مهما كان ده اخوكي، انتي صح في حاجات كتير مش قبلاها ومش حباها في اللي بيعمله، بس يموت لا، يسيب الدنيا لا، وبعدين لا قدر الله يموت عبد الحكيم وتلاقي نفسك في يد كريمة وبناتها ولا في يد جبرية وولادها. لا لا، اوعى تسيبني يا عبد الله، اوعى يا رب، انت اللي قادر على كل شيء يا رب. لو في عمري لسه بقية يبقى معاه، ولو راح برضه معاه، زي ما عشت عمري كله معاه. هروح معاه يا هروح وراه.